اللي قدامك في الصورة ده ممثل وفنان غني عن التعريف، بس اللي انت ما تعرفوش عنه بقى هو حسن الخاتمة بتاع الفنان ده. حسن الخاتمة، والله حسن الخاتمة. والحاجة التانية هي علامة الصلاة اللي كانت عند الفنان حسين الشربيني اللي قدامك في الصورة ده، اللي كنا دايما بنشوفها في الافلام والمسلسلات. هي فعلا كانت علامة صلاة حقيقية، والفنان حسين الشربيني كان بيصلي وانسان مصلي وقريب من ربنا، ولا كانت لزوم شو خلاص؟ حاجات لأول مرة هتعرفها في حياة الفنان ده تستاهل فعلا انك انت تسمعها للآخر. فصل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. الفنان حسين الشربيني كان بيمثل وبيشتغل وبيقدم الفن، وكان بيصلي جدا وقريب من ربنا سبحانه وتعالى. كان ملازم جدا على الصلاة لحد عام 2002. عام 2002 وهو داخل يصلي العصر في مسجد رابعة العدوية، وهو بيتوضى كده بيزحلق ويقع على رجله. الزحلقة ديت بقى والوقعة ديت عملت له كسر في المفصل بتاع رجليه الشمال. بسبب الإصابة دي ابتعد عن الفن، وكان مجبر ان هو يبتعد عن الفن لفترة طويلة وصلت إلى 5 سنين. شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى، عشان في الفترة ديت يقرب الفنان أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى، يقرأ قرآن، وقيل إن هو خلص القرآن وحفظ القرآن في الفترة دي. حتى الفنان حسين الإمام في الفترة دي استضافه وبيسأله وبيقول له هو حد من الفنانين زارك في محنتك وفي شدتك دي؟ عشان في الحلقة دي يبكي الفنان حسين الشربيني بكاء شديد جدا ويقول له ولا واحد زارني، ولا واحد حتى قال لي انت فين، كلها بس علاقة مصالح وانفاق. وبعد الحلقة دي بيعتزل رسميا الفنان حسين الشربيني التمثيل، ويتقرب اكتر بقى من ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يحفظ قرآن اكتر واكتر واكتر، ما يسيبش ولا فرد بمعنى الكلمة، لحد عام 2007 في رمضان وهو قاعد يفطر مع مراته ومع بناته الاتنين، ياكل حبيتين تمر ويشرب بقين مية، ويرجع كده بجسمه لورا يسند على كرسي. حتى ولاده قاموا عشان يسندوه، قال لهم سيبوني سيبوني، وتمتم ببعض الكلمات كانت صعبة ان حد يفهمها، ويرجع رقبته لورا وتفيض روحه إلى بريئها، ويحمل النعش في مسجد رابعة العدوية تاني يوم في صلاة العصر. وبعد ما الناس خلصت صلاة العصر بيشيلوا النعش ويتقدمهم عشان يبدأوا يصلوا صلاة الجنازة. هنا الإمام وقف وشرح التكبيرات بتاع صلاة الجنازة، وقبل ما يقول التكبيرة الأولى بص للناس وقال أحبتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الشخص اللي قدامكم دلوقتي في النعش ده كان جاي هنا واقف على رجله، وكانت رجله اللي شايلاه. صلى العصر امبارح وقعد يقرأ قرآن لحد قبل المغرب، قعد يقرأ قرآن لحد ما كان بيبكي وجسمه بيرتعش وجسمه يرتجف لحد قبل المغرب بحاجات بسيطة. النهاردة جاي محمول على الأعناق، ومش جاي يقرأ قرآن ولا جاي جسمه يرتجف، جاي بس عشان احنا نقرأ عليه القرآن. فادعوا له بالرحمة، وبدأ الإمام إن هو يصلى عليه صلاة الجنازة. فعلا الفنان حسين الإمام قبل ما يموت قعد يقرأ قرآن من صلاة العصر لحد قبل أذان المغرب، وكان بيبكي في اليوم ده بكاء شديد جدا وجسمه بيرتعش، لحد ما راح البيت وهو بيفطر على مائدة الإفطار هو وأولاده وزوجته بتفيض روحه إلى بريئها. يا سلام، مات وفي رمضان، وقبل ما يموت كان بيقرأ قرآن ويبكي من الخشوع. ما أجملها حسن خاتمة. ويمكن إن ربنا سبحانه وتعالى حب الإنسان ده وجاب له الإصابة ديت عام 2002 عشان يبتعد خالص عن الفن ويقرب بس لربنا سبحانه وتعالى، عشان دي تكون نهايته، وإن علامة الصلاة اللي أنت كنت بتشوفها هي حقيقية، وكان فعلا إنسان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. اتولد الفنان حسين عام 1935، هو من مواليد القاهرة، بس أصله وأسرته من شربين تبع محافظة الدقهلية. فيا ريت لو أنت وصلت معايا للثانية دي ما تسيبش الفيديو ده إلا لما تدعي وتقول اللهم احسن خاتمتنا جميعا، وادعي للفنان ده بالرحمة. واشوفك في فيديو جديد.